يا مساء الفل. الهريسة معانا النهاردة، طبعا هي طريقتها مش عويصة يعني ولا حاجة. ولكن في تكات بس لطريقة حفظها عشان بس تقعد مدة طويلة. فالهريسة هنا معانا طازة جميلة جدا حمرا. هنعمل بقى طريقتها بكل سهولة وبساطة. هنحطها في الكبة عندي كلها. طبعا هغسلها الأول واشيل العنقود اللي هو الناشف اللي بيبقى فوق الراس بتاعته. وبعد ما اغسله، طبعا هغسله مش بعد ما افتحه، حاولي ان انت عشان هو حراق طبعا وريحته احنا ممكن نكح منه، يعني لو حد صدره تعبان او في مشكله هو ممكن يعاني فعلا من ريحته لانها نفاذه جدا. هو سبايسي يعني معروف ان دي هريسه سبايسي يعني. فاحنا الاول هنغسله قبل اي حاجه، وبعد كده نبتدي ان احنا بالمقص مش بالسكينه عشان ما تتعبيش وما تلحقش ريحته تطلع عليكي. بالمقص وتقصي الروز بتاعته. تمام، بس تاخديه تحطيه في الكبة. هنكون مقشرين فصوص توم. في كل لفة هنلف فيها الهريسة الفلفل عندي. هحط ملح وهحط 4 فصوص توم على حسب الكمية اللي أنا هحطها، لأن احنا الكمية الإجمالية الكبيرة جدا اللي احنا بنخزن بيها مثلا السنة أو كذا شهر بنحط كذا دفعة على في الكبة. فانا هنا هحط عندي كمية الهريسة بتاعتي واحط عليها كام فص توم 4 أو 3، واحط الملح واحط حبة زيت. طيب الكام فص توم ده اولا بيديها نكهة وبيحافظ عليها، والملح بيديها عمر اكتر ان هي تقعد معايا مدة اكتر، وبيبقى زي اكنها عملية حفظ. والزيت عندي بيلفها لفة حلوة وبيخليها بتلمع مش مطفية، وبرضك بتبقى فيها سهولة في اني اطلعها وهي متفرزة. يعني فيها سهولة في اني استخدمها او احط فيها معلقة او احط فيها شوكة وهي متفرزة. تمام. بس هي دي طريقة الهريسة بكل بساطة. واعبيها عندي في الاواني بتاعتي، اذا كان بلاستيك اذا كان برطمانات المتاح عندي، واحط على الوش بس حبة زيت واحطها في الفريزر. وكده تمام قوي عندي جاهزة ومتاحة وزي الفل. وصحة وهنا على قلبكم جميلة بقى وانتي بتعملي بقى الأكل. أنا ما بعديش أي أكلة غير لما بحط فيها هريسة، بالذات الطبيخ والتسبيكات والمحاشي والحاجات دي كلها لازم أحط في قلب التقلية كده هريسة. بس كده زي الفل. هنحط زيت على الوش ونغطيها ونحطها في الفريزر. وكده عندي العملية تمت بنجاح. يلا صحة وهنا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو.